السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من الاكلات السريعة اللي الكل اكيد بيحبها، وولادنا واحنا كلنا كمان، وبتنجز في الاوقات الصعبة. لو انت راجعة من الشغل ومحتاجة اكل سريع ممكن تحتفظي بيها في التلاجة على التحمير على طول. هنعمل فراخ البانيه النهاردة بطريقة جديدة ان شاء الله تعجبكم. انا جربتها بطرق كتير، وبصراحه دي كانت من اجمل الطرق اللي انا جربتها وعجبت الكل، والكل ايدها، فحبيت ان انا اشارككم فيها الوصفه ديت. ان شاء الله النهارده معايا نص كيلو من صدور الدجاج اهوت، متقطعه طبعا شرايح رفيعه اهي، واحتفظت بيها في التلاجة شويه، لسه جايباها طبعا. احتفظت بيها هي في التلاجة شويه عشان ايه؟ تشرب من التتبيل كويس وترتاح مطرح ما هي لسه متقطعه طبعا. معايا هنا علبة صغيرة من الزبادي او معلقتين كبار لبن رايب على حسب المتوفر عندك، الموجود مفيش اي مشكلة، المتوفر حطيه. عندي هنا معلقتين كبار من عصير الليمون، ومعاهم نص معلقة صغيرة من الخل. ممكن تستغنى عن الخل، ما بحبش احط خل كتير في تتبيلة الفراخ عشان طبعا دي بتاكل الالياف بتاع الفراخ، فانا ما بحبهاش. انا بحطها بس في شاورما، لا اي حاجه فيها لحمه ممكن احط معلقه عشان بتسويها، انما الفراخ ما بحبش احط فيها كتير، بحط ليمون افضل من الخل. معايا هنا نص كوبايه من ميه البصل، مش هنستخدم البصل. بتبشري البصلايه وتسيبيها بس دقيقتين اتنين، بتنزل العصاره تصفيها وتاخدي منها ميتها اهيت. معايا نص كوبايه من ميه البصل. معايا هنا بقى البهارات بسيطه خالص مش هنتكلف فيها. معايا معلقه صغيره خالص من الملح، عشان لسه طبعا في التتبيله التانية لما تيجي تحمريها بتحطي ملح، فما بنكترش كميه الملح. معايا نص معلقه من بهارات الفراخ. معايا معلقه صغيره من الجنزبيل البودر. معايا معلقه من التوم البودر ومعلقه من البصل البودر، بس مفيش اكتر من كده، ما حطيتش ولا كمون ولا اي حاجه. هي البهارات دي هتكفي وهتديها طعم غني ان شاء الله، وهتعجبك بالطريقه دي، هتجربيها وهتعجبك ان شاء الله. هنبدا بقى نحط المكونات كلها ونخلطها. الليمون، معلقتين من الليمون عصير الليمون، نص كوبايه من ميه البصل، علبه زبادي اهي زي ما قلنا، ومعلقتين كبار لبن رايب المتوفر عندك مفيش اي مشكله. احنا بنعمل باقل الامكانيات، فاي حاجه متوفره عندك ممكن تحطيها طبعا. لو عندك لبن رايب كمان هيكون افضل. زي ما احنا شايفين اهو، نخلطهم كويس مع بعض وننزل بقى بالبهارات بتاعتنا. نبدا بقى نحط شويه من الخليط بتاعنا كده، ونحط الفراخ عشان تشرب كلها من التتبيل زي ما احنا شايفين كده. استكراب كده في التلاجة، او تغطيه باي غطا عندك، غطا لو انت عامله في علبه ولا اي حاجه، وتغطيه اقل حاجه عشان تشرب من التتبيله دي، اقل حاجه مش اقل من ساعتين عشان تشرب من التتبيله كويس جدا. وممكن تبيتيها من بالليل مفيش اي مشكله. كل ما بتفضل في التتبيله كل ما بيكون طعمها احلى وطعمها غني، وبتشرب من التتبيله والطعم كويس. نسيبها بقى لحد ما تشرب من التتبيله ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. ورجعنا لكم تاني. ادي البانيه بتاعنا بعد ما عدى عليه طبعا على حسب ما احنا قلنا، ممكن تبيتي ليله كامله وممكن تعدي وعدى عليه حوالي 4 ساعات. معايا هنا بيضتين، على حسب او على حسب كميه الفراخ اللي عندك ممكن تكتري عليهم ربع كوبايه من اللبن، عليهم رشه ملح، عليهم رشه فلفل اسود زي ما احنا شايفين اهو، مفيش اكتر من كده. عندنا هنا بقسماط وحطيت عليه بقسماط ناعم، لو عندك اللي هو الخشن مفيش مشكله، بيبقى احلى كمان بيدي قرمشه. وحطيت عليهم معلقه كبيره من الكريسبي اللي هو خلطة الدجاج اللي هو المقرمش الحار عشان تديها طعم برضو كمان. ممكن تحطي كيس فيجيتار لو عايزة تغيري في الطعم بتاع البقسماط، او على حسب عايزة تخليه حراق شوية مفيش مشكلة، ممكن تحطي كيس فيجيتار المتوفر عندك. عندي هنا بقى دقيق، وحطيت عليه معلقة كبيرة من النشا. النشا بتخلي الطبقة اللي فوق مقرمشة، وفي نفس الوقت بتفصل عن الفراخ كده، بتحس انها طبقتين كام طبقه، فبتبقى جميله بصراحه، بتخليها جميله. انا مجرباها عن تجربه يعني، ان شاء الله تعجبك. هنبدا بقى ننزل بالفراخ بتاعتنا. اول حاجه نطلع الفراخ بالراحه بتاعتنا كده، نحاول ننزلها كده من الخليط اللي فيها اهوت، هتكون شربت كل حاجه. ننزل بقى في الدقيق بتاعنا الاول. ممكن تعملي كل الخليط الاول في الدقيق وبعد كده تعملي في البيض واحده بواحده مفيش اي مشكله اهوت. هبدا بقى بايدي عشان اوريكم بس ما اطولش عليكم الفيديو. هتنزلي في الدقيق بالنشا بتاعك، خليط الدقيق بالنشا، وبعد كده في خليط البيض زي ما احنا شايفين اهو.
تنزلي بقى في خليط البيض، ولو كل حاجه فيها شوكه زي كده هتسهل عليكي عشان ايدك ما تتبهدلش وتعرفي تعملي ما تلزقش منك في كل حاجه اهوت. تنزلي بقى في البقسماط بتاعك اهوت برضو، نزلي على الحروف وبعد كده تعرفي تمسكي بايدك اهو عشان ايدك ما تتبهدل اهو. زي ما احنا شايفين ايدك تتبهدل فكل واحده، فتضطري بقى كل شويه تنشفي ايدك او تطلعي منها خليط البقسماط كله، هيطلع نصه في ايدك وكده تبقى خسرتي وفي نفس الوقت ما خلصتيش اهو. هنعمل بقى كل الكميه زي ما احنا شايفين كده، ونبدا نحطها على صينيه زي ما قلنا، ونحطها في الفريزر تتماسك نص ساعه. لو هتشتغلي بيها على طول مفيش اي مشكله، هتحتفظي بقى في الفريزر عشان تخزنيها اهو. زي ما هنفردها بقى في الصينيه كلها كده، تحتفظي بقى في الفريزر وبعد كده تكيسيها في اكياس محكمه الغلق، هتبقى معاكي زي الفل ان شاء الله. هتبداي بقى شغل، ممكن تشتغلي على طول، ممكن تريحيها ربع ساعه في الفريزر، وبعد كده في زيت غزير بقى نحمرها مع بعض واوريكم شكلها انها هيبقى عامل ازاي. وادي البانيه بتاعنا بعد ما سبته في الفريزر حوالي نص ساعه او اكتر اهوت، ما شاء الله يبقى متماسك اهوت وماسك نفسه معاكي. ادي الكميه اللي انا هعملها، والكميه التانية في طبق تاني طبعا بتفرديه زي ما قلنا عشان ما يعملش ببعضه وما اتمسكت معايا. هبدا ديت اعينها في الفريزر مره تانية في علبه او اعينها في كيس بلاستيك اللي هي بتاعه التخزين، وابدا افردها على حسب كل وجبه ما انا محتاجه، وهعمل الكميه التانية. وهنا حطيت طاسه اهيت على النار وبدات احط فيها زيت غزير وسخنته كويس جدا. طبعا بيبقى على نار يعني اعلى من المتوسط شويه عشان يستوي معايا. طبعا هو متبل ليله كامله واخد التتبيله بتاعته فبيستوي معايا، فبنعلي عليه النار عشان ما يبقاش مجلد معايا ويستوي بسرعه. هنبدا بقى بعد ما الزيت بيسخن كويس تبداي تحطي البانيه بتاعك زي ما احنا شايفين كده. ما كترش في الطاسه، احط على قد الكميه عشان اعرف اقلبها وتاخد راحتها في التسويه معانا. هنسيبها بقى على النار زي ما قلنا اللي هي فوق المتوسط لحد ما تستوي وتعمل اللون، تاخد اللون الذهبي الحلو كده، وبعد كده بتقلبيها من الناحيه للتانيه لحد ما تستوي معايا. وبعد كده بتكوني مجهزه مناديل المطبخ عشان ما تشربش كميه كبيره من الزيت. خلص بقى كل الكميه واوريكم الشكل النهائي للفراخ بتاعتنا النهارده. وادي زي ما احنا شايفين ادي كميه البانيه اللي انا عملتها والتانيه فرستها كده تبقى جاهزه معاكي. اهم حاجه ان انت تحطيها في الفريزر نص ساعه تتماسك معاكي، وبعد كده تفرزيها في اكياس كده ما بتعملش ببعضها، وكل طبقه بتطلع معاكي بكل سهوله كل قطعه اما تيجي تستعمليها على طول. وادي الكميه اللي احنا عملناها، ادي اللون وما شاء الله زي ما احنا شايفين. كميه البيكنج باودر اللي احنا حطيناها اللي هي ربع معلقه تديها كده طبقه زي ما احنا شايفين اهيت. لو حسست عليها معاكم اهوت وريتكم بتديها طبقه كده تبطينه كده بتبقى كأنها مفرغه. وادي اللون معانا ما شاء الله جميل جدا. وادي الطبقه اللي طالعه منها هي بتطلع بكل سهوله فاصله عن الفراخ خالص، وكمان طعمها ان شاء الله بالطريقه اللي احنا عملناها مع بعض وبالخطوات هتعجبك جدا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. ولو حابه اي وصفه من الوصفات يا ريت تكتبي لي في التعليقات ونعملها ان شاء الله مع بعض. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.